السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا على خير وبخير. اليوم غادي نتكلم لكم على التعويض عن مهلة الإخطار وليس الأخطار. مهلة الإخطار هي المهلة اللي كيعطيها المشغل الأجير نهار اللي كيبغي يخرج بحاله، أو كذلك الأجير نهار اللي كيبغي يخرج بحاله من العمل كيعطي المشغل ديالو واحد المهله، كيقول له قلب على راسك شي شخص اخر اللي يجي يخدم في بلاصتي. نفس الامر بالنسبه للمشغل، كيعطي الاجير واحد المهله فين يقلب على راسو، وذلك حسب اذا كان اطار ولا كان مستخدم. بمعنى ان الاطار عنده واحد المهله معينه والمستخدم عنده مهله معينه. اذا بقوا معايا باش نعرفوا شنو الفرق ما بين الإطار والمستخدم. إذا عندنا القاعدة كتقول بأن الإطار في حالة ما إلى خدم أقل من سنة يعني من سنة وأقل، عنده الحق في شهر ديال الإخطار. كما كنقول دائما، يعني هذا الأمر هذا راه متبادل، سواء كان المشغل غادي يعطي المهلة للأجير أو الأجير يعطي المهلة للمشغل. إذا قلنا الإطار عنده إذا كان أقل من سنة أو أقل، عنده الحق في شهر ديال الأجل اللي غادي يعطي للمشغل ديالو ولا المشغل ديالو يعطيها ليه. بالنسبة للمستخدم عنده إذا كان أقل من سنة عنده الحق يعطيه 8 أيام. بالنسبة للمهلة ديال من سنة إلى 5 سنوات، بمعنى كمل سنة، من سنة إلى 5 سنوات عنده الحق في شهرين، هذا الإطار. بالنسبة للمستخدم عنده الحق يعطيه شهر واحد. بالنسبة للأجير أو لا، ملي كيكون عنده الأجير ديال الأقدمية ديال 5 سنوات في الشركة أو في المقاولة، يعني 5 سنوات فما فوق، يعني من 5 سنين الفوق، خاص الإطار عنده الحق في 3 أشهر، أما المستخدم عنده الحق في شهرين. دابا غادي ندوزو نشوفوا القاعدة كيفاش كنحسبوا هاد المهلة ديال الإخطار. بمعنى المشغل ديالي كنت كنخدامه ما عليا ما بيا، واحد النهار قال لي الله يعاون غدا ما تجيش، اذا خاصو يخلصني في هذاك المهله ديال الاخطار، لان المفروض انني يعطيني المهله ديال مده ديال الا دوزت معاه اقل من سنه يعطيني شهر الا كنت اطار، وعندي الحق الا كنت مستخدم يعطيني 8 ايام، حتى كندبر على راسي انا في داك 8 ايام ولا في داك الشهر الا كنت اطار، ندبر على راسي في الخدمه. ولكن الا جاني على غفله وقال لي غدا ما تجيش، هنا شنو كيطرى؟ كيولي عندي انا كمشغل عندي الحق نتابع هذا الاجير ونقول له خاصك تخلصني، بان الاجير اللي خاصو يخلص المشغل. نفس الامر بالنسبه للاجير، الاجير خاصو يطالب المشغل ديالو بانه يخلصو في هذيك المده اللي ما عطاهش فيها المهله ديال الاخطار. دائما كنأكد على ان الاخطار وليس الاخطار. اذا كيفاش نحسبوا هذا الامر هذا؟ كنديروا الاجره في المده ديال الاخطار، كنحصلوا على التعويض. وهنا كنعطيكم واحد المثال ديال مثلا الاجير، عطيتكم المثال بالمستخدم، لان من طبيعه الحال الاطار كيفاش كنديروا نعرفوا الاطار اما كنعرفوه بالشواهد ديالو، مثلا عنده اجازه وما فوق، او لا عنده مثلا انجينيور مهندس، او كنعرفوه بالصالير ديالو اللي كيتراوح من 5000 درهم الفوق. اذا هذا باش كنعرفوا الاطار. اما المستخدم كنعرفوه بالحد الادنى للاجره، او اكثر بقليل 4000 او 3000 او 3500، او يعني كيكون المده ديالو يعني الاجره ديالو قليله، او عنده واحد دبلوم اللي بسيط، عنده مثلا ليستيا ولا عنده غير باك ولا ما عندوش اصلا حتى شي نيفو. المهم انه الاطار كيكون كنعرفوه بالدبلومات ديالو، كنعرفوه بالخلصه ديالو، والمستخدم كنعرفوه كذلك بالخلصه ديالو، بالنيفو سكولير ديالو ولا بالنيفو ديال الخدمه ديالو. اذا هذا هو الفرق ما بين الاطار والمستخدم. كذلك هذا الامر هذا اللي تنهضر عليه راه في اطار الخدمات
الوظائف العادية وليس الفلاحة. يعني هذا كل ما يتعلق بالوظائف اللي تتعلق ب يعني كالأعمال في الشركات، مقاولات إلى غير ذلك، ولا يعني يدخل فيها نطاق الفلاحة. دابا ندوزو المثال أنه مثلا عندنا مستخدم كيتخلص ب3000 درهم، دوز مع الشركة من سنة إلى 5 سنوات، عنده الحق في شهر واحد. إذن غادي يطالب لنا هاد المشغل ديالو بالأجرة ديال هاد الشهر. إذن كيفاش نحصلوا عليها؟ 3000 درهم كنضربوها في واحد كتعطينا 3000 درهم، ولا دوز معاه من 5 سنين والفوق عنده الحق في 3000 درهم غنضربوها في جوج تعطينا 6000 درهم. إذن هذه هي المبلغ المستحق عن التعويض عن الإخطار أو مهلة الإخطار. طبيعة الحال لكان يعني الإطار كيستخلص 2 مليون نفس الطريقة، إلا كان كيتخلص 6000 درهم غنديرو نفس الطريقة. إذن هذه هي الأمر كيفاش كنحسبوا طريقة ديال التعويض عن المهلة الإخطار. لكن يجب هنا ملاحظة مهمة جدا، لأنه في الوقيته اللي كنحسبوا 8 أيام، هنا راه ما غاديش نحسبوا نديروا الأجرة مضروبة في المهلة ديال 8 أيام إلا. إذن هنايا بالنسبة للطلبة اللي هما عندهم امتحانات وكيعطاهم نازلة وطلب منهم الأستاذ أنه زيد أو فلان أو محمد أو فاطمة اشتغل 8 أيام، راه ما غاديش نمشيو نضربوا الأجرة في مدة الإخطار اللي هي 8 أيام. إذن غادي يخرج لك المسألة غلط. كذلك أنت كأجير إلا بغيتي تحسب راسك دوزتي 8 أيام في هاد دوزتي زعما أقل من سنة في هاد المقاولة ولا في هاد الشركة، وبغيتي وقال لك الله يعاون المشغل ديالك قال لك الله يعاون، وبغيتي تتابعوا وتحسب الأجرة او لا التعويض عن هاد مهلات الاخطار. اذا ما غاديش تجيب الاجره ديالك وتضربها في 8 ايام، ما يمكنش. اذا هنا غيخرج لك الحساب غلط. اذا شنو تنديروا؟ اول حاجه خصنا نديروا هو اننا نبحثوا عن الاجره اليوميه، والطريقه اللي كنت هضرت لكم انا دائما في الفيديوهات السابقه، رجعوا للنوازل اللي حاطه لكم في قانون الشغل، سيروا البلاي ليست راه حاطه مجموعه من الفيديوهات، لا بالنسبه للاجراء اللي كيبغيو يعرفوا الحقوق ديالهم، ولا كذلك بالنسبه للطلبه اللي هما في الاس 3 اللي عندهم قانون الشغل او لا. يعني ماشي بالضروره كيكون عندكم غير في الاس 3 لان كل كليه كتختلف. تقدر تقرا يعني قانون الشغل في الاس 3 ولا الاس 6 ولا في الاس 5 على حسب كل كليه كيفاش كتبرمج هذا الامر هذا. اذا نرجعوا لقانون الشغل، نرجعوا النوازل اللي حاطه لكم انا في القناه، راه كاين مجموعه ديال النوازل والاقدميه وكيفيه يعني حساب جميع الحقوق ديال الاجير. إذا قلنا هذه الملاحظة خاصة بالمستخدمين فقط. هذا الأمر هذا كيخص المستخدمين فقط اللي عندهم 8 أيام، اللي ما غاديش نطبقوا عليها 3000 درهم مضروبة في مدة الإخطار خطأ، غتخرج لك خطأ. إذا شنو غنديروا؟ غادي نديروا البحث عن الأجرة اليومية اللي هي هاد 3000 درهم اللي هي الأجرة ديالو. عندنا القاعدة هنايا، تبعوا القاعدة يعني عندنا الأجرة اليومية ضرب 8 أيام كنحصلوا على الحصول على التعويض عن مدة الإخطار. إذن نبحثوا على الأجرة اليومية. كيفاش غنبحثوا على الأجرة اليومية؟ غنديروا 3000 درهم اللي هي هذه الأجرة الشهر، غنقسموها على 26 يوم اللي هي منين جات، هي المدة اللي كيخدمها الأجير طيلة الشهر، حيث الأجير في القطاع الخاص ما كيخدمش 30 يوم، كيخدم 26 يوم بحيث منها الأيام ديال الأحد. إذا 3000 درهم مقسومة على 26 يوم تعطينا 115 درهم فاصلة 38 أجرة يومية باغ جور. إذا هاد 115 مضروبة في 115.38 مضروبة في 8 أيام اللي هي هاد الأيام اللي قلنا اللي هو كيخدمها الأجير أقل، يعني كتكون عنده في المقاولة أقل من سنة كيستحق عليها 8 أيام. إذا 115 مضروبة في 8 أيام